بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. تنازلات من رئيس الجزائر لباريس استعدادا لزيارته إلى فرنسا واستغلال التوتر بين ماكرون والمغرب. في الوقت التي شهدت العلاقات مؤخرا تراجعا ملحوظا، أصبحت زيارة رئيس الجزائر عبد المجيد تبون إلى باريس محط اهتمام الحوار بين السلطات الجزائرية والفرنسية. وعلى الرغم من التصريحات العلنية التي لا تبرز هذا الأمر، إلا أن عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة، فقد طلب من مستشاريه استئناف الاتصال بالسلطات الفرنسية بهدف التغلب على العقبات المعترضة والوصول إلى اتفاق يمكن تنفيذه. وذكرت مصادر إعلامية أن مجموعة من الاتصالات من العاصمة الجزائرية جرت مع باتريك دوريل، المستشار الدبلوماسي المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويبدو أن الرئيس الجزائري هذه المرة على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة وقبول حل وسط يمكن أن يسهم في التوصل إلى اتفاق نهائي بين السلطات الفرنسية والجزائرية على برنامج نهائي. وتأتي هذه التطورات في سياق جهود تبون لتحسين العلاقات مع فرنسا قبل عام واحد فقط من الانتخابات الرئاسية في الجزائر عام 2024. ويأمل تبون من خلال هذه الزيارة في الحصول على دعم فرنسا في هذه الانتخابات وتعزيز علاقته مع ماكرون الذي تربطه صداقة شخصية معه. ويسعى الرئيس الجزائري أيضا إلى الاستفادة من العلاقات المتوترة بين ماكرون والمغرب والاستفادة من موجة الغضب نحو فرنسا في المغرب لجذب باريس إلى حظيرة الجزائر. وفي هذا السياق أبلغ عبد المجيد تبون السلطات الفرنسية برغبته في تغيير برنامج التقييل الذي كان يخطط له خلال زيارته إلى فرنسا. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان والنشطاء المعارضين الجزائريين في الأراضي الفرنسية، يظهر أن الرئيس الجزائري مستعد للتعاون والتوصل إلى تسوية في هذا الصدد. ويأمل عبد العزيز تبون بهذه التنازلات أن يحد من تأثير جماعات الضغط المناهضة للجزائر في فرنسا، والتي تشتبه فيها السلطات الجزائرية أنها تعمل على تخريب علاقاته المميزة مع ماكرون إيجاد موقع لها مع دول الإقواس في كل هذا ومنافسة نفوذ المغرب في دول غرب إفريقيا. لا زالت الجزائر تبحث عن إيجاد منافذ اقتصادية جديدة في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بأسواق وشركاء جدد، خاصة بعد الإخفاق الذي منيت به جراء رفض انضمامها إلى التكتل الاقتصادي العالمي بريكس، حيث قررت أن تولي وجهها نحو الغرب، وهذه المرة غرب إفريقيا. وذكرت تقارير اقتصادية متخصصة في هذا السياق أن إخفاق بريكس ومرارته التي ظهرت في تصريح الرئيس الجزائري سيكون من تداعياته أن تغير الجزائر البوصلة من الشرق نحو الغرب عبر الرفع من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت محاولة التوسع في محيطها الغربي وخاصة مع دول التكتل الاقتصادي إكواس. وحسب ذات المصادر فإن فتح الجزائر مؤخرا أولى فروعها البنكية في إفريقيا بافتتاح بنك الاتحاد الجزائري في العاصمة الموريتانيا نواكشوط برأس مال وصل إلى 50 مليون دولار أمريكي، وافتتاح فرع ثاني يحمل اسم البنك الجزائري السنغالي في العاصمة برأس مال 10 مليون دولار، يدخل في إطار محاولات الجزائر التقارب مع بلدان غرب إفريقيا وإيجاد موقع لها في هذه البلدان التي تشهد انتشار للنفوذ المغربي. وأشارت نفس التقارير أن الجزائر تقترب من افتتاح معبر بري حدودي مع شمال موريتانيا في أواخر الشهر الجاري بهدف الرفع من المبادلات التجارية مع موريتانيا، إضافة إلى إيجاد منفذ نحو بلدان غرب إفريقيا انطلاقا من موريتانيا على غرار ما يفعله المغرب منذ عقود، حيث يرتبط بموريتانيا بمعبر القرقارات البري.
ومنه تصل الصادرات المغربية إلى عدد من البلدان الإفريقية في الغرب. وتلعب الرغبة في التنافس مع المغرب دورا هاما في هذه التحركات الجزائرية، خاصة أن النظام الجزائري تلقى العديد من الانتقادات من المعارضة في السنوات الأخيرة تتعلق بتراجع النفوذ الجزائري لحساب وتعاظم النفوذ المغربي في القارة السمراء، والذي كان من نتائجه تزايد الدعم المغربي في قضية الصحراء المغربية. كما أن الجزائر بدأت تدرك أن علاقتها السياسية مع بلدان إفريقيا، والتي كانت تعتمد على التخفيف من الديون على كاهل البلدان الإفريقية، لم تعد تؤتي أي نتائج ملموسة بخلاف الاستثمار والعلاقات التجارية والاقتصادية، وهو ما تسعى الجزائر إلى تداركه بعدما قطع المغرب أشواطا متقدمة فيه خلال السنوات الأخيرة. وقد تبين للجزائر في الفترة الأخيرة ضعف موقفها السياسي في إفريقيا، بعدما أخفقت في أن تكون وسيطة لحل أزمة النيجر، ورفضت النيجر ودول الإكواس تلك الوساطة، الشيء الذي يعد بمثابة صدمة بالنسبة للنظام الجزائري من أجل إعادة حساباته في المنطقة والتركيز أكثر على الاقتصاد، وهو ما يتوقع أن يحدث في السنوات المقبلة. في ظل ما تعرفه بلدان المعمور مظاهرات للتضامن مع فلسطين، السلطات الجزائرية تقوم بقمع ومنع المظاهرات بالجزائر. أكدت وسائل إعلام متابعة أن الشرطة الجزائرية قامت بقمع متظاهرين تضامنوا مع الشعب الفلسطيني عقب صلاة الجمعة، وشمل القمع مظاهرات احتجاجية بعدد من الولايات الجزائرية من أبرزها وهران وبرج بوعريريج والجزائر العاصمة. واستنكر محتجون ما أقدمت عليه الشرطة الجزائرية لأسباب غير مفهومة على حد قولهم. واستغرب متتبعون من قرار المنع نظرا لما تدعيه الجزائر من نصرة غير مشروطة للقضية الفلسطينية حسب بياناتها والتصريحات الصادرة عن مسؤوليها. فالقوة الضاربة التي تتبجح دائما بنصرة فلسطين هذه المرة ترجع إلى الخلف. فضلا منكم وليس أمرا مني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.